كتير بنبقى حاطين لنفسنا أهداف أو خطط وبنبقى مرتبين الدنيا ومبسوطين جدا بيها، ولكن بيبتدي يحصل شوية لخبطة في النص تبوظ لنا كل الخطط اللي احنا عملناها دي، ونلاقي ان احنا مش عارفين نرجع تاني اون تراك، مش عارفين نرجع تاني للطريق اللي احنا كنا راسمينه لنفسنا. دلوقتي بقى تعالوا نتكلم مع بعض ازاي احنا هنبتدي نرجع تاني نجيت باك اون تراك بأربع خطوات فعالة. اول حاجة هي ان احنا نركز على اللي في ايدينا. تاني حاجة هي ان احنا نبتدي نفتكر ايه الهدف بتاعنا من الاول، كان احنا بدأنا البروجكت ده ليه، او بدأنا الدايت ده ليه، او بدأنا نتمرن ليه. تالت حاجة نبتدي نحط روتين او نبني عادة تساعدنا ان احنا نوصل للهدف بتاعنا ده. رابع حاجة نحاول على قد ما نقدر ان احنا نلتزم بالجدول ده. ما عرفناش 100% اتليست 50%. ما عرفتش مثلا تنزل الجيم تاخد تمرينه كامله، انزل اتمرن تمرينه خفيفه النهارده بس حاول تنزل. طب ما عرفتش تنزل خالص النهارده، يبقى بكره تنزل بقى. مش ان انت خلاص ما نزلتش النهارده يبقى مش هنزل بكره، يبقى مش هنزل بعده ونبعد خالص. حاول على قد ما تقدر تستيك لل 100%.